السلام عليكم. بالنسبة للوبيراسيون، مشيت نهار، درت تحاليل قبل ما ندير العملية بالطبع. درت واحد التحاليل ديال الدم وداك الشيء كله باش يعرفوا شنو كاين. من بعد نهار الحد التحقت بنوتوفايل باش نبات عندهم تما، حيت نهار الاثنين كانت عندي العملية في الصباح. صافي نهار الاثنين مع 8 ونص هبطت للبلوك. درت العانة، ما عقلت على والو حيت كنت مبنجة كاملي. من مورا ما كنفيق صافي كنكون سمعت انا والعمليه دازت مزيان الحمد لله. بقيت عندهم تما الاثنين، الثلاث حتى الاربعاء في الصباح. عاود درت واحد البي ار بي، يعني واحد العمليه صغيره، ماشي شي عمليه كبيره، ولكن هي صعيبه شويه. كياخدوا لي الدم ديالي وكيديروه في واحد لا ماشين، داكشي اللي كيتصفى من غير الدم كيديروه في واحد لانجيكسيون، وكيضربوه ليا كيديروها ليا في الضربه. صافي هادشي اللي كان. ومن بعد نهار الاربعاء خرجت من المستشفى. التحقت بالمنزل وكنبقى يعني من نهار لا كنمشي كنصواني. يعني خرجت نهار الاربعاء، البارح ما مشيتش، اليوم الجمعه مشيت صوانيت في بنوتوفايل. عاد من بعد مشيت المحكمه. ولكن بالنسبه للوبيراسيون راه ماشي هذه هي الاخرى، ولا هذه فقط الخطوه الاولى، يعني باش يعاودوا لي الخياطه، باش هكا تولي تسهل عليهم، يتسهل عليهم تجي من هنا لقدام. من بعد 20 فاش غنحيد الغراز وغنحيد الخيط، ان شاء الله غادي نتبع حصص اخرين ديال البي ار بي ولا اللازير على حسب الطبيبه شنو غتقول. وصافي هادشي اللي كاين يعني. واقيلا ما عرفت صراحه، انا هبطت للبلوك مع شي 9 بحال هكاك وطلعت مع 12. بالطبع احساس زوين يعني. كنت خايفه، حيت كي كنقولوا في الاول فاش كنت خيط خياطه زوينه، ولكن من المره الثانيه فاش غنعاود الخياطه، حيت غتنفخ ليا الضربه، غندك واحد لانجيكسيون داكشي. من بعد فاش غنعاود الخياطه ما كتعاودش بواحد الطريقه مزيانه. يعني كنت خايفه، كنت كنقول راه كي كنقولوا يا ربحها يا ذبحها، يعني يا غادي تكون خياطه زوينه، يا غادي يعاود تاني نختار داكشي. ولكن الحمد لله كنشكر البروفيسور انا ديال المنصوري، كنشكرها بزاف، حيت دارت واحد العمل زوين بزاف. يعني انا الصباح صراحه ما شفتهاش انا فاش يلاه خرجت، ولا دابا تقريبا 4 ايام باش دات لوبيراسيون، ما شفتش الضربه كاع حتى الصباح فاش بغيت نصواني، عاد باش هزيت التليفون وشفتها. ما كاين حتى شي مستجدات، حيت الحكم باقي ما تصدرش. فقط يعني كان هما الطرف الاخر ترافعوا عليها محاميين، وانا كذلك محامين يعني، وكانوا هكا النقاشات وداك الشيء قدام القاضي. شويه الضغط وشويه الستريس، ولكن كي كنقولوا ما ديتهاش فيها، بقيت واقفه بعيده عليها شويه وصافي يعني. هي راه يعني القانون غيتاخد مجرى كي كنقولوا. يعني راه حنا ماشي كنا في بلاصه اللي راه كنا في قدام القاضي وقدام. اشنا هي المتابعه اللي متابعه انت؟ انا ما متابعاش على الضرب والجرح اللي كانت تسببت لي فيه، حيت هذاك اتخذت العقوبه السجن ديالها. تابعتها دابا قضائيا على التشهير، على السب، على الاستفزاز، على الشتم، يعني على لي لايف وداكشي اللي كانت كدير. والتعويض اللي ما كانش خرج ليا، حيت كانوا خرجوا ليا واحد 50,000 درهم على الحساب لوبيراسيون اللي كنت نديرو داكشي، يعني كتعويض مالي على الاضرار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد، مرحبا بجميع المتتبعين. كنتمنى يوجدكم هذا الفيديو وانتم في أتم الصحة والعافية. ما تنسوناش من اللايكات وكذلك من التشجيع ديالكم، بارطاجيو معنا الفيديو باش يوصل للناس جميعا. كيف ما تبعنا، ولا بالاحرى كيف ما تبعوا معنا شحال ديال الناس، القضيه ديال سلمى اللي كانت ضربتها بزيزوار واحد الصديقه ديالها كانت معاها في المدرسه، وضربتها بزيزوار لوجهها بحيث شوهت لها الوجه ديالها. وهنا كيف ما كتشوفوا تخيطات هاد الجرح العميق اللي دارت لها في الوجه ديالها. خيطوه لها، ولكن كيف ما كنشوفوا الخياطة كانت باينة وبشعة. هاد البنت هادي اللي شوهات لسلمى الوجه ديالها تحكم عليها بشهرين سجنا، وتحكمت عليها بغرامة ديال 5 المليون. دوزت شهرين الحبس، ولكن ال5 المليون ما عطاتهاش. داكشي علاش؟ وناضت سلمى كتابعها عود من دا وجديد، لان هاد البنت هادي
مهما مع انها خسرت لها وجهها مازال تبعها في لي ريزو سوسيو، مازال كتقول لهم كتخرج عليها شي كلام وشي حوايج زعما يندى له الجبين. عيات صابره سلمى، وفي التالي مشات شكات بها ومشات لعند الامن الوطني وقالت لهم ها شنو وتفتح الملف من جديد. ودابا كيف ما سمعنا في الفيديو، سلمى خضعت العملية التجميل الثانية، والبنت هذه اللي شرملتها ولا اللي مشرطات لها الوجه بالزيزوار راها حكموا عليها ب9 شهور ديال الحبس سجنا نافذا، 9 شهور سجنا نافذا، وحكموا عليها بغرامة مالية 3 ديال المليون. الحمد لله ان القانون ديالنا بلادنا تينصف الناس اللي كيظلموا، وهاد البنت ظلمات بزاف وتعدات عليها هاد الشابه هادي، وشكرا للقضاء اللي انصفها واللي خلاها تعاود تخضع العملية ثانية اللي أكلت بالنجاح كيف ما عودت لنا سلمى. وهاد العملية درتها لها جمعيات هما اللي تكلفوا بها، ودرتها بلا فلوس بلا حتى شي حاجة، درتها في مستشفى ابن طفيل في مراكش، وكانت العملية الحمد لله ناجحة. وهنا خوتي غنخليكم مع المحامية ديال سلمى اللي غادي تكشف لنا على شنو وقع في هاد الجلسه هذه. حكم جاء شافيا للغليل 9 أشهر نافذة مع غرامة 2500 درهم و30,000 درهم تعويض، إلى حد ما فهو جاء شافيا للغليل مقارنة مع شخصية مع متهمة خططت فأصرت على تنفيذ وترصدت بسلمى ثم نفذت وتفاخرت بتنفيذها لجريمة. الآن انتهت المرحلة الابتدائية ولنا لقاء آخر في أمام المرحلة الاستئنافية، لأننا سنقوم باستئناف الحكم، ربما نفعل ما هو كل ما في جهدنا من أجل رفع العقوبة. أستاذة يعني بالنسبة للموكلة ديالكم واش تلقات الخبر؟ أكيد تلقات الخبر، فرحت به لأنه اعتبرته انتصار لها، انتصار للعنف النفسي أو ردا على العنف النفسي الذي تعرضت له وعلى الاستفزازات التي كانت تتعرض لها، خاصة الفيديو الأخير ديال 25/3/2025 والذي قالت فيه شهر عامين هذه باش خرجت، واش الجرح ديالك تصاوب ولا باقي، واش عرجه كبرى ولا باقي. هذا فيه تحدي سافر للقانون للمجتمع المدني وللطبيعه البشريه بصفه عامه. الان غدير نالت جزاءها 9 أشهر حبس نافذا، ماشي هي شي حاجه اللي سهله، راه نهار واحد في ذاك المكان ما يمكنش الواحد يقضيه يعني سالب للحريه. نتمنى تكون هذه عبره لها. الوغ كان اخوتي الفيديو ديال اليوم هو هذا، كنتمنى تشاهدوه من الاول حتى الاخر، ما تنسوناش من لايكات كذلك ومن الاعجاب، واللي باقي ما اشترك في القناه وعجبو المحتوى ينزل يشترك مرحبا به، وخليونا الكومنتيرات ديالكم ولا الميساجات ديالكم اللي كيحفزونا باش نعطيو اكثر واكثر، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، ومع الف سلامه.